المحامي القانوني الأستاذ محمد الدويش. أهلا بك أبو سليمان. معي أبو سليمان؟ ايه معك. اهلا. هلا أبو سليمان، حياك الله، كيف حالك؟ الله يحييك، هلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى جميع الضيوف الموجودين. أهلا بك يا أبو سليمان. كل عام وانتم بخير وانت بألف صحة وسلامة. أبو سليمان أشكر لك تجاوبك، وأنت كنت متابع الحلقة، وفي صراحة سؤال أو تساؤل طبعا. طيب كنت أولها بس، وكنت بعدين طلعت في مكان ما كان في تلفزيون وطلبت منك تعطيني مهلة، وشكرا لك لين استقرت في المكان اللي أنا فيه الآن. طيب أبو سليمان، في تساؤل الآن بعد بيان الهيئة العامة للرياضة، في تساؤل أنه ممكن أنه هل ممكن أنه يقال أو أنه الهيئة العامة للرياضة أنه يعتبر تدخل حكومي في الرياضة في المملكة العربية السعودية؟ أترك لك التعليق أبو سليمان. لا، أنت سؤالك يقول تدخل الهيئة في الرياضة. تدخل الهيئة العامة للرياضة في الرياضة. لا، في الاتحاد السعودي لكرة القدم. كذا يصير السؤال صح. طيب في الرياضة أكيد تتدخل في الرياضة. أكيد تفضل أبو سليمان. لا، خلينا هنا الحقيقة في محمد. كنت تتكلم؟ تفضل أبو سليمان. هنا محمد في خلط مع احترامي لكل اللي تكلموا في الموضوع. نعم. النواحي المالية والإدارية بالعكس تماما هي من اختصاص الهيئة العامة للرياضة، يعني النواحي المالية والإدارية في الأندية هي من اختصاص الهيئة العامة للرياضة. جميل. البيان اليوم عشان اوضح لك نقطة حدود التدخل، إذا سميناه تدخل، المفروض الهيئة العامة للرياضة تقف عند بيان الحالة المالية فقط، لكن موضوع يسجل ما يسجل هذا من اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم. جميل. يعني موضوع من اللي يسجل ومن اللي ما يسجل ومن اللي يحق له يسجل ومن اللي ما يحق له ما يسجل، هذا مش شغل الهيئة العامة للرياضة، هذا شغل لجنة الاحتراف ممثلة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لأنه يخص كرة القدم. لكن الميزانية اللي تكلموا عنها الآن تخص النادي ككل يعني. جميل. ريثما يتم في الأندية السعودية فصل قانوني مالي لكرة القدم كما سيفعل الأهلي الآن، وإن كانت خطوة الأهلي تعتبر ترى إجراء داخلي ليست قانونية عند الهيئة العامة للرياضة، لأنه لم يصبح قرارا عاما بعد، اللي هو فصل كرة القدم في النادي عن بقية النادي من الناحية المالية والإدارية. هذا النادي الأهلي سيقوم به الآن، ولكن كما هي عادة الأهلي سباق في مثل هذه المواضيع، لكنها ستظل إجراء داخلي غير ملزم للهيئة العامة للرياضة. فإذا من ناحية التدخل، المادة 28 الموجودة في لائحة الأندية الرياضية والنظام الأساسي للأندية الرياضية المعتمد أخيرا في بداية السنة الهجرية 1437، هذا بالعكس صريح وواضح المادة 28 بتدخل أو بأنه الشؤون المالية من اختصاص الهيئة العامة للرياضة في الأندية. فأنا ماني مع الإخوان، مع احترامي وتقديري لكل الآراء القانونية التي قيلت، لست مع من يقول بأنه هذا تدخل مالي أو إداري في شؤون الأندية. ولكن فيما يتعلق بالتسجيل وعدم التسجيل، هنا لا، هنا الهيئة العامة للرياضة راحت في اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم. المفروض تعطيه القائمة المالية وتعطيه القرار اللي هي اتخذته وتقول له طبق أنت القرار كما وفقا لاختصاصك، بس هنا يقف صلاحياتها المالية والإدارية. طيب أبو سليمان، طيب دقيقة أبو فارس، طيب دقيقة يا أبو فارس، رجاء عشان بعطيك الفرصة. لا أنا آسف جدا محمد. لا دقيقة، معي أبو سليمان. محمد سامع، أنا معك أبو سليمان. أبو سليمان محمد ما أسمع. تفضل. آسف جدا، أنا ماني في، يعني ما عندي وقت اني اقعد اناقش احد. لا ما راح. انا بقول رايي وانتم عاد تناقشوا على راحتكم. جميل. العامة للرياضة في الأندية، أنت ذكرت نقطتين مهمة، إداريا وماليا يحق للهيئة العامة للرياضة أن يعني تصدر بيان وما إلى ذلك. وبنفس لائحة الأندية الرياضية. جميل. طيب يعني المادة 28 أعطيك مثال. 28 التي تقول أن ديون الأندية
من الالتزام على أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن أو الالتزام الفردي. نعم. إذا أجريت بشكل فردي يعني. جميل. إذا الرئيس مثلا تصرف بشكل فردي. طيب هذه لا يمكن تطبقها الهيئة العامة للرياضة إلا إذا تدخلت في الشؤون المالية والإدارية. جميل. طيب بستغل تواجدك معنا أبو سليمان إذا سمحت لي في قضية دائرة أخرى أيضا غير بيان الهيئة، قضية اللي هو التلاعب في نتائج مباريات اللي هي الدرجة الأولى. لا أنا محمد إذا سمحت خلينا نكمل هذه الجزئية. تفضل. لأن يبدو ما هي واضحة في موضوع التسجيل وعدم التسجيل. الآن الهيئة العامة للرياضة قسمت الفرق حسب أو رتبت فرق الممتاز أو فرق دوري جرس حسب وضعها خلال ال4 مواسم الأخيرة. فأخذت من الأول إلى الخامس خلتهم شريحة. هم الجدول ما هو قدامي. لا اللي هم الهلال، الأهلي، النصر، الشباب، الاتحاد بالترتيب بالضبط. هذول الخمسة حطتهم شريحة. كيف؟ غير مسموح لأي نادي من هذه الأندية أن يسجل لاعب أجنبي ما لم ينزل دينه عن 50 مليون، وغير مسموح له أن يسجل لاعب محلي سواء محترفا أو هاويا ما لم ينزل دينه المستحق، أتكلم مش دينه الآجل، عن 40 مليون. إذا 50 مليون للاعب الأجنبي و40 مليون للاعب المحلي. هذا بالنسبة للخمسة الأوائل. بالضبط. بالنسبة من السادس إلى العاشر الحد 25 مليون للاعب الأجنبي، 15 مليون للاعب المحلي. من 11 إلى 14 15 مليون للاعب الأجنبي و5 مليون للاعب المحلي. جميل. يعني تم تقسيم الشرائح. الآن أعطيك حاجة أخرى محمد إذا سمحت. تفضل. الآن ما هي الأندية التي يجب أن تنزل دينها باستثناء الهلال؟ الهلال خلاص يغرد خارج السرب، انتهينا منه. اللي من الأندية الخمسة الشريحة الأولى تقصد؟ كل الأندية الأندية الموجودة في القائمة. الهلال فقط أعتقد إلا معه طبعا الوحيد أعتقد التعاون أظن والفتح. لا في الخمسة الأوائل. لا فعلا كلامك صحيح. الخمسة الأوائل الهلال خارج السرب بالضبط. دينه 32 مليون الآجل المستحقاته. إذا هو يستطيع أن يسجل أجنبي وسوى محلي. بقي عندنا الثلاثة اللي هم الأهلي والشباب والاتحاد. طبعا النصر حتى هذه اللحظة أصلا البيان المالي لسه ما رصد. عندنا الأهلي والاتحاد والشباب هذول لازم ينزلوا الدين المستحق حاليا، ينزلوه لغاية ما يصل إلى 50 مليون عشان يسجلوا اللعيبة أجانب، و40 مليون عشان يسجلوا لعيبة سعودية. ينزلون من التزامات قصيرة الأجل المستحق تقصد؟ هم يتكلموا الآن عن الالتزامات المستحقة اللي الآن مستحقة التسديد أو حالة التسديد ليست مؤجلة. اللي الآن المفترض أنهم عشان لازم يسددونها الآن للتسجيل. أوكي واضح. ما هو بيسددونها كلها. خذ كل نادي كم دينه المستحق الآن وخلوا وشوف الفرق بين 50 والدين هذا. طيب مثال بس عشان نضرب مثال عشان توضح للمشاهدين والمتواجدين. مثلا الأهلي الالتزامات قصيرة الأجل اللي بين قوسين المستحق 83 مليون و254,369 ريال. تمام. يعني نقصها من مليون. لازم الأهلي لكي يسجل لاعبا أجنبيا لازم يخفض 3 مليون إلى 50 مليون، معناته لازم يسدد 33 مليون. جميل. اللاعب المحلي 43 مليون. جميل. وضحت الصورة. يعني لكي يسجل الأهلي لاعبا محليا يجب أن يسدد 43 مليون. جميل. واضح. ينضم لهؤلاء الثلاثة نادي القادسية أيضا يعتبر الآن خلاص مجرد أنه ما ينزل الدين المستحق إلى المستوى اللي هو فيه اللي هو أعتقد أنه لأنه القادسية كم ترتيبه يا محمد؟ ترتيب 13. إذا لازم ينزل دينه إلى 15 مليون للأجنبي و5 مليون للمحلي. جميل. وضحت الصورة. بس باقي الفرق الهلال قلنا خلاص انتهينا منه. باقي الأندية اللي لسه ما قدموا يعني ما اتضح الوضع المالي اللي هو النصر والخليج والاتفاق والوحدة. هذول لسه حتى الآن القائمة المالية لم تحدد بعد. جميل. عندي تعليق عام على البيان. تفضل. مع احترامي وتقديري للإشادات اللي أنا سمعتها في بداية البرنامج،
أنا أعتقد البيان، أنا ماني متخصص في الشؤون المالية والاقتصادية، المفروض البرنامج يتصل بمتخصص في المال والاقتصاد ويسأله عن تقييمه علميا لهذا البيان. لكن أتكلم لك أنا بشكل عام، انطباعي العام لما تقول لي الديون المستحقة هي كذا والديون الآجلة هي كذا وتسكت، ما أعرف الآجلة هذه لمتى، كم هي، متى موعد تسديدها، طيب الديون المستحقة هذه وش بالضبط، منهم الدائنين، هذا أهم شيء. يعني لازم نعرف الدائنون من هم. تفصيل أكثر تقصد يعني. إيه، لابد أن يقدم الوضع المالي لكل نادي بالتفصيل الممل. جميل جميل. طيب أبو سليمان، وضحت الصورة بشأن البيان الآن. تمام. وضحتها أنه ماليا وإداريا ممكن الهيئة العامة للرياضة أنه ممكن تدخل في الأمر ويعني وتكتب البيانات وما إلى ذلك. القضية الثانية الآن يا أبو سليمان اللي دائرة في الوسط الرياضي، اللي هي قضية التلاعب بنتائج دوري الدرجة الأولى. الهيئة العامة للرياضة أيضا أصدرت بيان يعني والآن في هذه اللحظات يتم التحقيق بشأن هذه الحادثة بشكل يعني أوضح. هل هذا يعتبر تدخل من الهيئة العامة للرياضة في للاتحاد السعودي لكرة القدم في هذه القضية؟ نعم، هذا تدخل ليس. ما نعم. تقول؟ نعم، تفضل أبو سليمان. أقول هذا تدخل ليس من صلاحية الهيئة العامة للرياضة أن تحقق في مثل هذا الموضوع. هذا الموضوع المفروض من اختصاص لجنة القيم والأخلاق، وهي للأسف الشديد لجنة غير موجودة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذه اللجنة هي التي هزت عرش الفيفا برمته. وعلامة الاستفهام، لماذا يا أستاذ أحمد عيد ليس لديك لجنة للقيم والأخلاق وأنت على وشك أن تودع بيد الرحيل؟ والله هذه علامة استفهام كبرى. ما دام لجنة القيم والأخلاق غائبة أو مغيبة، فبالتالي المختص هو لجنة الانضباط، هي التي يجب أن تحقق وهي التي يجب أن تصدر العقوبات. طيب، وضحت الصورة. أنا أشكرك جزيل الشكر أبو سليمان، شكرا جزيلا لك أبو سليمان.